لن تقطع قلبك ونفسك عن متاع الناس وعن ما آتاهم الله إلا بحسن الظن بالله. لا هم ولا تخطيط ولا تفكير ولا حساب ولا ضرب ولا طرد ولا شيء، فقط تذهب وتجيء ويأتيها الله عز وجل بالأرزاق. بما؟ بحسن الظن بالمولى. معاشر الموحدين، من تمام رحمة الله بعباده أن جبلهم على الضعف والنقص والحاجة والافتقار، والله هو الغني الحميد. خاطبهم قائلا وهو أعلم بحالهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، وإن علت مناصبكم وكثرت أملاككم وأموالكم وكثر حشدكم وكثرت الناس من حولكم، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعبد مفتقر إلى الله في كل شيء، في وجوده، في حياته، في بقائه، في عزه، في طعامه وعلمه وشرابه وطعامه ومماته، وفي مصيره غدا. فتمام العبودية تمام الذل إلى الله والحاجة إلى الله. وكلما كان العبد أذل لمولاه يرفع أيدي الضراعة ولا يعلق قلبه إلا بالواحد القهار، كان هذا العبد على منزلة من العز من الله، يأخذ من عز الله، يعز الله عز وجل به من يشاء من عباده المؤمنين. لذا كانت منزلة التوكل أجل منازل المؤمنين والسائرين إلى الله، ترجع إليها كل أحوال وأوصاف المؤمنين والمحسنين وأعمال المسلمين، كما جاءت النصوص تترى في ذلك. قال تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يصح إيمانكم إلا أن تجمعوا النفس والقلب والروح بالاعتماد على الواحد القهار في جلب كل منفعة ودفع كل مضرة. وقال تبارك وتعالى واصفا عباده المؤمنين أئمة المؤمنين من الرسل والأنبياء قائلا على لسانهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل منزلة عالية رفيعة، والتوكل موجب لحب الله ولمعية الله. تمشي على الأرض والله معك من فوق 7 سماوات، تمشي على الأرض ولا يضرك كيد السماوات والأرض ومن فيهن، لا يضرك كيد الأمم ولو اجتمعت على هذه الأمة اجتماع الرجل الواحد. لما؟ لأن الله معك. قال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تبارك وتقدس وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال على لسان أنبيائه: فهذا إبراهيم الخليل لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نوح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فتوكله على الله دافع للهم والحزن. وحسن الظن بالله في زمن الغربة أعظم سلاح للمؤمنين. والتوكل من بركاته يجلب الإياس
مما في أيدي الناس. لن تقطع قلبك ونفسك عن متاع الناس وعن ما آتاهم الله إلا بحسن الظن بالله. ومن بلي بالتوكل على الناس بلي بالذل الأعظم وبالهوان الأكبر. قال عليه السلام: من توكل على غير الله ألجأه الله إلى ما توكل عليه. قال ابن القيم: مضت سنة الله على أن العبد إذا اعتمد على العبد وأحسن الظن به وتوكل عليه إلا ألجأه الله إلى الذل، وكان مصيره أن لا يحصل إلا ما هو خلاف لمقصوده، جزاء وفاقا من الله. لما؟ لأنه توكل على العبد الذليل. والتوكل على الله مجدبة للرزق، مدفعة للهم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لا هم ولا تخطيط ولا تفكير ولا حساب ولا ضرب ولا طرد ولا شيء، فقط تذهب وتجيء ويأتيها الله عز وجل بالأرزاق. بما؟ بحسن الظن بالمولى وبإساءة الظن بمن دونه، بتعليق القلب بالله. هذا القلب عزيز على الله، لا ينبغي أن يلجأ إلا إلى الله. الله يغار على قلوب المؤمنين أن تعلق بغيره أو أن تعبد سواه أو أن تعظم من دونه. فعلق قلبك بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، وستنال من خيرات وبركات الدنيا والآخرة. لما أن انقضت واقعة بدر الكبرى قال الله فيها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فقتل 70 من أئمة الكفر والإلحاد ممن حاربوا الله ورسوله، وأسر 70 وذلت رؤوس الكفر في قريش على مسمع ومرأى من بطون العرب. فأصابهم حزن شديد، فجلس 2 من شياطين الكفر آنذاك وكانوا على ملة الكفر في تلك الساعة، جلسوا في حجر الكعبة وجعلوا يتباكون ويتذاكرون. قريب بدر، بئر في بدر ألقيت فيه رؤوس الكفر العظام، أبو جهل وأمية كلهم ألقوا في قليب واحد، ذل وهوان وحقار، بعد أن رفعوا رؤوسهم في التوكل على غير الله وفي حرب الله ورسوله. فجعل صفوان ابن أمية وعمير ابن وهب الجمحي يتذاكرون، حتى قال عمير: لا والله ما خير في العيش من بعدهم. ثم جعل ينظر ويتأمل ويقول: والله لولا عيال أخشى عليهم الضيعة ولولا دين ركبني لحملت سيفي هذا وقتلت به محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان كما وصف من شياطين قريش شديد البأس على المسلمين والمؤمنين، وهو الذي كان ممن هيج قريش على حرب النبي في واقعة بدر. فأقبل عليه صفوان وقال: دينك ديني وولدك ولدي، أعولهم ما بقيت على أن تقتل محمدا. فقال: أحق ذاك؟ قال: نعم. قال: اكتمه عن الناس. فسم سيفه ثم توشحه ثم انطلق إلى مدينة رسول الله، وكان من أولاده أسارى في أيدي المسلمين. فلما وصل إلى أطراف المدينة رآه فاروق الإسلام عمر بن الخطاب ومعه رجال من الصحب الكرام، قال عمر: هذا الكلب ما أراد إلا شرا، وكان صاحب فراسة. فأقبل عليه عمر
فلببه بسيفه وردائه وحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال للصحب: كونوا من وراء النبي خشية الغدر عليه من هذا وأمثاله. فقال له النبي: اجلس، فجلس. ثم قال عمير وكان داهية: عنت صباحا يا محمد. فقال له النبي معلما: قد أبدلنا الله خيرا منها بتحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: قد كنت بالأمس تقول مثل ما نقول، كنت على ديننا. ذكي، مش سهل الرجل، من دواهي العرب. فقال: قد أبدلنا الله بما هو خير. ثم قال: يا عمير ما عندك؟ قال: ولدي أسير فأردت أن أفتديه. فنظر النبي إليه وقال: يا عمير اصدقني، وما بال السيف في عنقك متوشحا به؟ جاي تطلب الأسير، ليش حامل السيف؟ فنظر إليه وقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ توكلنا على سيوفنا فأذلنا الله. سبحان الذي أنطقه بهذه الكلمة في مقام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي وقال: اصدقني يا عمير، والله ما جئت لهذا. فسكت عمير. فقال له: يا عمير، أما جلست بالأمس في حجر الكعبة أنت وصفوان بن أمية فقلت له: لولا عيال ولولا دين لقتلت محمدا، فقال: دينك ديني وعيالك عيالي على أن تقتله؟ ثم قال عليه السلام: والله حائل بينك وبين ما أردت. بركات التوكل، الله بدفع عنك شرور كأمثال الجبال بالتوكل وأنت جالس في بيتك. بما بركات الإيمان والإحسان والتوكل. لما فقدنا هوية التوكل والإيمان صرنا نؤمن بالربا وبالأموال وبالأرصدة وبالموازنات، وما نؤمن بأن الله جبار عظيم كريم مهيمن مسيطر من ورائهم محيط. ألجأنا الله إلى حضون الكفار فلا نقطع أمرا إلا بأمرهم، افتقرنا إليهم في كل شيء. بما العبرة بما في الصدور. فنظر إليه عمير وقال: والله ما أخبرك بهذا إلا الله، ما أخبرك بهذا إلا الله. كنت قد كتمته عن قريش قاطبة، وما جلس معي إلا صفوان، وكنت قد طعنت في خبر السماء من قبلك، ولكني أراه حقا، وإني لأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقبل إليه النبي وقال: أكرموه وفقوا أسراه وعلموا صاحبكم القرآن وأمر دين الله. فعلموه القرآن والصلاة وما تيسر. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنت قد آذيت المسلمين أذى شديدا، وأريد أن أعلم أهلي في مكة دين الله، فأرسلني. وكان صفوان ينتظره ويقول: يا قوم انتظروا خبرا يرد عليكم أمركم يوم بدر، يهون عليكم ما أصابكم في يوم بدر. فجاءه الخبر بإسلام عمير رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم على يده فئام من أهل مكة، وبعد ذلك تبعه صفوان فأسلموا جميعا، وكانوا حرسا لدين الله ببركة حسن الظن بالله والتوكل على الله. التوكل على الله يقلب أعداءك أنصارا لك بإذن الله وبمشيئة الله. أحسن الظن بالله وخذ بالأسباب وتوكل على الله، ولا تتوكلن على أحد غير الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجف القلم بما هو كائن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الإنابة إليك. اجعلنا من التوابين من المهتدين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار.
اللهم فرج عن أهلنا في غزة وفلسطين، احقن دماءهم يا رب العالمين. انصر عبادك المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، انصر عبادك المجاهدين المرابطين في فلسطين، تقبل شهداءهم في الصالحين، اربط على قلوبهم واغفر ذنوبهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. أعنا على نصرتهم على الوجه الذي يرضيك عنا. اغفر لنا تقصيرنا معهم يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا معهم يا رب العالمين. أكرمنا بفتح قريب ونصر عزيز في بيت المقدس يا رب العالمين وسائر أسقاع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وجلاء لأحزاننا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم واكشف عنهم الفتن والغلاء والوباء والبلاء وأنت أرحم الراحمين. وفق عبدك أبا الحسين وولي عهده لخير العباد والبلاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. يسر له البطانة الصالحة الناصحة، أعنه على نصرة أهله في غزة الرباط وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اصرف عنا كيد الكائدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.